السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الفيديوهات لتفريزات رمضان او تفريزات عامة للحاجة اللي احنا عايزين نفرزها حتى لو بعد رمضان. منها طبعا المحاشي، عندنا كرنبة كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله. بنيجي في رمضان ما بنلاقيش الكرنب كتير، او لو لقيناه بنلاقي الكرنباية بتخش على 30 35 جنيه. وصغيرة يعني، كمان بتبقى صغيرة مش كبيرة. فانا بقى نزلت السوق وقلت ايه، هجيب كرنبايه كده واجيب الحاجات بتاعه المحشي، البدنجان والكوسه والكلام ده، عشان اعمله وافرزه واعينه يبقى جاهز معايا. يا دوبك بقى بنبقى ايه، يا دوبك نطلع ونسيبه يفك شويه ونكمل الحشي بتاعنا. انا عايزه اقول لكم ان الكرنبايه دي قتلتني يعني. نصيحه، لا ما حد يجيب كرنبايه ما يجيبهاش كبيره قوي زي اللي انا جايباها دي. ما شاء الله كانت كبيره جدا جدا جدا. انا رحت اشتري واحده وسط، الراجل قال لي لا بصي خدي الكبيره دي محمله ومليانه ورق ومش عارفه ايه. طبعا انا قعدت اعمل فيها يومين بامانه الله، مش هكدب عليكم والله العظيم. يوم انا قعدت حوالي ان انا اطلع الورق منها، واليوم التاني بالراحه كده قعدت اسلق فيها. لا بصراحه ارهقتني جدا، وباقي حجمها ما كنتش عارفه ان انا اقطعه. بقيت اسلقه زي ما انتم شايفين كده في الحله دي، حله والدتي الله يرحمها يا رب العالمين. مليتها بقى الميه كده وحطيت حبه كمون فيها وسخنت الميه جدا، والنار طبعا شغاله، وابتديت اسلقها. والجزء اللي جوه ده بقيت احط شويه شويه كده، اطلع منه الورق بالاسباتيولا كده المشبك دي، عشان ما تقطعش مني لحد ما خلصتها كلها. بصراحه اخدت مني مجهود كبير قوي بصراحه يعني الحقيقه. بس طلعت لي كميه حلوه ما شاء الله، بس لا اخدت مني مجهود كبير يعني. انا لما هجيب تاني ان شاء الله يعني باذن الله، مش دلوقتي خالص يعني، مش هجيب الكبير قوي ده، لانها بصراحه ارهقتني، وكمان كنت خايفه ان الاوراق بتاعتها تتقطع، لان طبعا كلها داخله في بعضها، وكانت حجمها بسم الله ما شاء الله كبير. انا نسيت اصورها اصلا قبل، يعني قبل ما اعملها او قبل ما اقطعها كده واظبطها. انا لاني كنت بجد ما كنتش عايزه اصورها، كنت متضايقه جدا لان انا اشتريتها لانها كبيره قوي ما شاء الله. كانت حجمها ده كان ب 30 جنيه، كان في عنده ب 20 وب 25، بس انا يعني ايه، آم، استقليت ام 20 جنيه، وقلت خلاص ام 25 قد ام 20، ممكن حاجه بسيطه يعني. فالمهم خلاص خدت ام 30، الراجل اقنعني فاخدتها وخلاص، والحمد لله حصل خير. بصوا بقى انا بقطعها زي ما انتم شايفين كده، يعني انا قطعتها من وهي ناشفه زي ما هي، ما شلتش منها العنقود الناشف، وسلقتها بيه. وزي ما انت شايفه كده اسهل طريقه لتقطيع الكرنب، عشان ما تهدريوش بالطريقه دي، بروح مطبقاه على بعضه واشيل العنقود الناشف منه بالطريقه دي، وبقطعه رول وبعينه زي ما هو رول كده. لما اجي ان انا احشي بطلع الرول كده، بيتفك طبعا في شويه ميه الاول لو انت مستعجله، وبعدين بقطع الرولات دي على بعضها حسب حجم المحشيه اللي انت عايزاه. كنت بوريكم الصينيه دي في الاول كده، حاجه اللي هي ايه يعني، قليل البخت يا عيني يلاقي العظم في الكرشه زي ما بيقولوا. بعد ما اشتريتها طبعا شاريها من زمان جدا، ما بص لقيت فيها دبوس مصبوبه اصلا، يعني الدبوس محطوط جوه الصينيه ومصبوب عليه الماده اللي هي اللاصقه بتاعت الصينيه دي. هو مش باين خالص في الملمس يعني، لكن في الشكل باين جدا يعني. بس عادي الصينيه كانت عجباني بصراحه وما شاء الله حلوه يعني. شايفين بقى ده الكرنب وانا باقطّعه كده، باخلّص بقى كل الكمية بتاعتي زي ما أنتم شايفين. وما يعني مش باشيل العنقود الناشف ده منه زي ما قُلت لكم، وأنا باقطّعه الأول وهو ناشف، عشان هو بيهدّر الحقيقة كرنب كتير جدًا لمّا باشيل العنقود الناشف ده. أنا باسلقه بيه وبارتّبه على بعضه كده عشان الحاجة ما تبقاش بايظة مننا. لمّا ترتّبي الحاجة وتضبّطيها ممكن تاخد منِّك وقت، ولكن لمّا تيجي تطلّعيها بعد كده بصراحة بتريّحِك كتير جدًا، جدًا. بتبقى الحاجة قدامِك شكلها حلو وكمان مش متقطعة. يعني أنا باحب أرتب المحشي ده كده على بعضه، وشايفين بقى منظر الرول عامل إزاي. بيبقى حلو ما شاء الله، على قد ما هي أرهقتني الحقيقة. بس عملت لي كمية كويسة إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين اللهم آمين. وما صليناش على الرسول يا جماعة، يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة أفضل السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم آمين. انا هنا جبت الورق الاطباق الفويل، وحطيت فيه بقى على قد الكميه اللي انت عايزاها، وغلفتها بالاكياس عادي، او لو عندك ستريتش رول ممكن تلفيها بيه. بس انا ما بفضلش الاسترتش رول وهو في الفريزر، لانه ساعات بيبقى ممكن يجي عليه ميه ويفك منك. فانا حطيتها بصراحه كده احسن يعني. اي حاجه بخزنها بحطها في الاكياس وبروح لفاها لتحت وبلزقها بسلوتيب بسيط. جبت بقى برضه الكوسه كده، شطفتها شطفه كويسه طبعا عشان احنا نمسكها بايدينا، ومش مش هنرجع نشطفها تاني بعد ما يعني ايه قورناها كده. تجيبي الكوسايه بقى الرفنعه، بس مش الرفيعه قوي عشان تبقى محمله معاكي. وانتي بقى يعني ايه تخربشيها من بره كده بالشرشره بتاعه
بتاعه المقوره عشان تديكي شكل حلو. ولما تيجي بقى تشيلي الجزء اللي جوه ده ما تحاوليش ان انت تخليها رفيعه، خليها محمله، يعني ايه، تسيبي فيها حته لحم كده شويه زي ما انا بعملها كده. طبعا انا عارفه انتوا كلكم ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب شطار، بس احنا يعني بنفيد بعض. ممكن حد يكون ناسي يعمل كوسه، ناسي يعمل بدنجان، زي انا كنت ناسيه طبعا يعني، بس الحمد لله لحقت. الوقت بيجري مني جدا، وعايزه اقول لكم ان بجد يا رب ما حد يقع في اللي انا فيه. انا تقريبا يعني يوميا الميه بتبقى قطعه عندي، مش عارفه ليه، بقالي فتره كده. موضوع صعب جدا واحنا داخلين على رمضان، يعني انا متاخره في حاجات كتير مش عارفه اعملها بسبب قطع الميه. مش عارفه شربين ايه اللي حصل لها الحقيقه، يعني مرفق المياه بتاعها باظ، مش فاهمه ايه اللي حصل. المهم بقى انا خلصت الكوسه وحطيتها في الاطباق وعينتها زي ما هي. الكوسه انا مش بحمرها، بعين الكوسه بفرزها زي ما هي، عشان لو اتحمرت بحس انها طالعه مجلده. ولكن البدنجان قدامكم ده لازم يتحمر. انا جبت البدنجان برضو وغسلته غسله كويسه كده بنت حلال، وشلت العنقود اللي فوق ده الاخضر، وبعدين قورته من جوه برضو. وهنسيب فيه حته لحمه كده، مش هنقوره خالص ونسيبه يعني ايه على الحميد المجيد كده يعني زي ما بيقولوا. لا نسيبه محمل كده، بحيث ان احنا لما نحمره ونعينه في الفريزر ما يطلعش مننا دبلان خالص، لا يبقى ماسك نفسه. ولما تيجي تحشيه تلاقي البدنجانيه ماسكه نفسها معاكي كده، ما تبقاش ايه خفيفه وضعيفه كده وهشه في نفسها، عشان احنا شلنا كل اللحم اللي جواه. طبعا انت لو بتعملي محشي في نفس الوقت او يعني ما نتاخرش. معلش يا جماعة التليفون رن في الحتة دي دايما كده، دايما حظي بيبقى اما اجي اسجل فيديو الاقي التليفون بيرن. ما علينا. المهم بقى انا كنت بقول لكم ايه، ان احنا لو بنعمل وحشي في وقتها ما نرميش حشو البدنجان اللي احنا مطلعينه ده والكوسة. انا بفرشه في قاع بتاع الصينية او قاع الطاجن اللي انا بحشي فيه، اللي انا بسوي فيه يعني المحشي. بفرش تحت بصل وبفرش طماطم عليها كده، وبروح حاطة كمان الحشو بتاع الكوسة او البدنجان، بيدي طعم حلو قوي. طبعا هو بعيد عن اي حاجة. وبحط من فوق ايه تنظيف الخضره اللي انا بعملها كمان، بيدي طعم حلو جدا. وكمان يعني بنستفاد منه، يعني ما بقاش وحش. هنا بقى البدنجان بعد انا ما حمرته دبلته شويه كده وسبته بقى يهدى خالص، وبعدين هعبيه برده في اطباق فويل وهحطه في الاكياس بتاعه التلاجة، هغطيه بيها والزقه واعينه في الفريزر، يبقى جاهز معاكي على الحشو على طول. وان شاء الله يكون الفيديو انتوا استفدتوا منه، او اللي ناسي حاجه يعملها. وزي ما قلت لكم البدنجان ما يتخزنش لو هو متحمر، اما الكوسه انا بخزنها كده وبتطلع زي الفل معايا، والله العظيم بتبقى جميله جدا جدا، ما بحمرهاش ولا حاجه. وان شاء الله يكون الفيديو استفدتوا منه، ونشوفكم في فيديوهات جديده. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.